السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. توج الدولي المغربي يوسف النصيري لاعب إشبيلية الإسباني يومه الأحد بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر فبراير المنصرم. وأعلن النادي الأندلسي فوز النصيري من خلال صورة قام بنشرها للاعبه رفقة الجائزة السالف ذكرها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. وحصد الأسد الأطلسي هذه الجائزة بعد الأداء المميز الذي بات يبصم عليه مع النادي الإسباني، إذ تمكن من تسجيل 12 هدفا خلال 30 مباراة مع الفريق. جدير بالذكر أن قائمة المرشحين للظفر بجائزة أفضل لاعب في إشبيلية ضمت كلا من المغربيين يوسف النصيري وياسين بونو، إضافة إلى الإسبانيين خيسوس نافاس وسوسو. ينطلق السيري وخالد السيري يتجه نحو المرمى. هنا المحاولة لاميلا. يا لاميلا يا لاميلا تأخرت، يا لاميلا تأخرت. كرة تحولت إلى خارج الملعب باتجاه تونس عافية، لكن عاد كان موجود يحاول كان باص بينية جميلة وصلت إلى السيري عافية. والدفاع يتدخل ثم إيفان راكيتيتش يحاول تغيب عنه الأهداف. ديربي الأندلس سينتهي مشاهدينا متابعينا في كل مكان. هذا يوسف النصيري، وهذه كرة حبست أنفاس جماهير إشبيلية. ديربي، الفوز بالديربي مثابة بطولة. الفوز بالديربي وحده يعتبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.